بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيل مباراة الزمالك اللي هتبدأ بعد قليل واللي أعتقد فيها مفاجآت كبيرة قوي من كابتن أحمد عبد الرؤوف. الزمالك هيبدأ النهارده بمحمد عواد وده الحمد لله، عمر جابر، محمود الونش، ومحمد إسماعيل، أحمد فتوح. خط الظهر معروف، محمد شحاتة وعبد الله السعيد وسيف جعفر. أعتقد يعني سيف جعفر ده هو الغلط الوحيد. هل هيكسفنا يعني ويعمل حاجة؟ ما أعتقدش. شيكو بنزا وناصر ماهر وعمرو ناصر. تشكيل، هو طبعا الراجل يعني الراجل معذور، احمد عبد الرؤوف معذور، ولكن مش معذور في سيف جعفر بالذات. يعني انا ممكن اطيق اي حد تنزله الا سيف جعفر. ده تشكيل نادي الزمالك لمباراه اليوم. في الاحتياطي بقى عندك مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، احمد ربيع، احمد حمدي، خوان بزيره. على دكه البدلاء احمد شريف وسيف الجزيري وعدي الدباغ. اما بقى التشكيل نادي اما بقى تشكيل النادي الاهلي: الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، واحمد نبيل كوكا، ودول ثابتين بقالهم كتير. اليو ديانج، مروان عطيه، احمد سيد زيزو نفس الكلام، وتريزيجيه، بن شرقي، جريديشار. اعتقد ان دي التشكيله برضو الثابته للاهلي، ولكن تشكيل الزمالك مختلف تماما. مره مهاجم، مره ينزل مهاجم تاني، ده تالت مره ينزل بمهاجم تالت. يعني المره فاتت هنشوف. يعني انا اعتقد التشكيله الزمالك هي حلوه، بس هو اختلافي كلها سيف جعفر. اختلافي كلها سيف جعفر بس، اللي ده الاختلاف. شيكو منزل النهارده بيبتدي بيه، هل هو كويس هل هو وحش؟ انا مش عارف لغايه دلوقتي. انا كزملكاوي مش عارف هل شيكو بنزا لعيب كويس ولا مش لعيب كويس. هو بياخد الكرة بيحطها وبيجري، بس الكرة بتجري والناس كلها بتاخدها منه، يعني مش فاهم.